السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شوربة البروكولي اللي فيها بزاف ديال الفوائد اللي غادي نخليها لكم في اخر الفيديو، وندوزو مباشرة للمكونات وطريقة التحضير. فبالنسبة للمكونات انا درت هنايا واحد تقريبا 6 الحبات ديال البطاطا حلوة، نقيتهم مزيان وقطعتها طريفات صغار ودرتها في الماء باش ما تكحلش. فبطاطا حلوة فهي المصدر الرئيسي للفيتامين A ومزيانه للمناعه وصحه القلب والشرايين. هذه هي البطاطا، ومفيده مزيان حتى للمرضى السكري. وهنايا غادي نحتاج نص حبه ديال البروكولي غسلتها مزيان ونقيتها. وهنا عندي بصله متوسطه مشنفه، وعندي 2 كيسان كبار ديال الحليب، وإطرو ديال الماء اللي غادي نطيب فيه هاد الخضره. وعندي هنايا 2 فصوص ديال الثوم، الملح والابزار حسب الذوق، و4 ديال القطع ديال الفرماج او اي نوع من الجبن. ناخذ الطنجره اللي غنطيب فيها الخضره وغنبدا نوضع فيها هاد المكونات اللي ذكرت. بطاطا حلوه، وغادي نزيد البصله حتى هي طيب مع الخضره، ونضيف البروكولي حتى هو اللي صراحه عنده دور مهم في مكافحه الشيخوخه وتعزيز صحه العظام. وكيقلل من خطر الاصابه بمرض سرطان الثدي لدى النساء. فكنصح الناس باش يتناولوه على الاقل 2 المرات في الاسبوع او اكثر، علاش لا. صافي دابا غادا نضيف الثومه، وغادي نضيف العطريه، الملح والبزار باش ما طيبش ليا الخضره مسوسه. وغادي نضيف الماء الكافي اللي فاش طيب ليا هاد الخضره. وكنوضعها فوق النار وكنحسب ليها تقريبا واحد 20 دقيقه لمده الطهي ديالها. بعد ما طابت ليا الخضره دازت 20 دقيقه، هانتوما كيف ما كتلاحظوا، فما كنخليوهاش طيب لينا اكثر من القياس. فغادي نصفيها ونخليها تبرد واحد شي شويه باش يمكن ليا نطحنها. فالخضره ها هي خليتها حتى بردات، والماء ديالها او المرق حتى هو. فدابا غادي ندوز باش نطحنها في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليها الحليب والفرماج اللي ممكن نستعملوا اي نوع من الفرماج. وغادي نضيف الحليب الكميه كامله اللي عندي، وغادي نطحن الخليط مزيان. وفي نفس الوقت انا كنطحن وكنضيف هذا المرق ديال الخضر، وغادي نضيف الملح والابزار حسب الذوق. وهذا هو القوام ديال الشوربه اللي حصلت عليه. وكنعاود نضيف عليها واحد شويه ديال المرق، وكنضيف الملحه والبزار كنزيدهم على حسب الذوق. انا ذقت هنايا لقيتها ناقصه فغادي نزيد. ويستحسن فاش نبغيو نقدموها دافيه، ماشي نعاودو نغليوها، وانما غير كندفيوها. فوصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى تنال اعجابكم هاد الشوربه ديال اليوم وتحضروها لكم ولوليداتكم، وشكرا على المتابعه.